السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بمغاربة العالم حيثما وجدتم. مشروع مغاربة العالم اللي غنديروا عليه ملخص لشرح هذا المشروع لكافة مغاربة العالم لربح الوقت، لأن الحلقات اللي كنبثوها في هذه القناة وفي القنوات الأخرى كيكون دائما فيه شرح مفصل وشرح طويل. فمشروع مغاربة العالم كيتلخص مجموعة نقاط اللي هي مهمة. أولا معالجة المشاكل الآنية لمغاربة العالم، اللي هي أولا نقل الأموات المغاربة إلى الوطن لمن أراد ذلك بطريقة سهلة بسيطة وناجعة، بحيث أن كل من له متوفى سوف يستفيد من النقل مباشرة ويستفيد من تذكرتي الطائرة مجانا ليذهب ليحضر المراسم، ويتم تحويل 1000 أورو للمساعدة في مراسم الدفن، وتتم استضافته عند العودة ليعطي شهادة على الأمور كيف تمت. هذه نقطة واحدة. إذا المساهمة غادي تكون تضامنية، ما يعطى للبنوك سوف يعطى للمشروع، وستنشر اللوائح والانخراطات والميزانية، ويكون الإعلان عن كل وفاة وعن المصاريف التي تتم. وهذا مشروع ناجح إن شاء الله اللي غيحل المشكل بصفة نهائية. النقطة الثانية هي تدبير الحج والعمرة، لأن المغاربة في الخارج يدفعون الكثير للحج والعمرة، والظروف تكون في ظروف سيئة جدا. فإحنا عاملين تعاقد مع الفنادق والمطاعم في العربية السعودية، وغادي تكون ارخص بكثير على الثمن ديالها. غادي يكون التنظيم، وغادي تكون ان شاء الله لجنه تتبع من الوصول الى الرجوع، وغادي نديروا حلقات مباشره خلال الحج والعمره لنقل شهادات حيه من الحجات والحجاج في عين المكان، حتى تكون هذه الشعيره تؤدى في روح من الخشوع والطمانينه. النقطه الثالثه هي خلق مشاريع قويه تضامنيه لخلق وظائف لمغاربه العالم، للقضاء على البطاله والهشاشه والرفع من القيمه ديالهم. النقطة الرابعة الأرباح التي تأتي من هذه المشاريع سوف ندعم بها الطلبة والطالبات المغاربة في الخارج ليصلوا إلى المراتب العليا والمدارس العليا للحصول على الشواهد العليا العلمية والأدبية، وبذلك يشتغلون في المشاريع التي يقيمها مغاربة العالم. رابعا خلق مجال لتدريس اللغة العربية عبر الإنترنت، وهذه ما كنهضروش عليها بزاف ولكن غادي تكون إن شاء الله. خامسا خلق نقاط بيع اللحم الحلال في جميع الدول الأوروبية، حتى نصل إلى فرصة إنشاء مذبح للحلال يتحكم فيه مغاربة العالم، حتى يكون الحلال صحي جيد ومعروف بالتأكيد. بالتالي سوف نوظف العديد من المغاربة والمغربيات في هذه المشاريع. كذلك الأرباح سوف تساهم في خلق نهضة نوعية اللي يمكن لها تدينا حتى العقار، اللي نبقاو ناخذوا الأراضي ونبنيو يعني السكن، حتى لا تكون هناك صعوبات عند مغاربة العالم للحصول على السكن بثمن معقول وفي ظروف جيدة. من النقط كذلك اللي غادي تكون ان شاء الله الرحمن الرحيم هو ان هذا المشروع الارباح ديالو دائما موجهه الى مغاربه العالم لانشاء فرص ولخلق الاتحاد، وانشاء ربما مدارس في الدول التي تسمح بذلك، ويكون كل مغربي وكل مغربيه له قيمه في البلد الذي يعيش فيه، وكذلك قيمه مضافه في الوطن لندافع عن الحقوق. سوف نتعاقد مع محاميين في الدول التي نعيش فيها، ونتعاقد مع محاميين في المغرب للدفاع عن القضايا باش تكون الامور عندنا واضحه. كذلك غادي تكون عندنا الامكانيات الماديه، فاي مغربي او مغربيه يكون عنده شي مشكل سواء قضائي او حادثه او شيء من هذا القبيل، فكيلقى من موراه منظمه مغاربه العالم اللي كتدعموا بالدفاع بالقانون وكتدعموا ماديا حتى لا يكون هناك مشكل. هو المشروع كبير جدا، اكثر من هذا بكثير، لان خلق الفرص ما غاديش يقتصر على المشاريع اللي كنفتحوها، ما غاديش يقتصر فقط على نقط البيع ديال الحلال، لا، ولكن غادي يتجاوزها، بحيث غادي نجمعوا الكفاءات المغربيه. الناس اللي كيديروا الميكانيك غادي نجمعوهم ونحاولوا باش ناخذوا لهم محلات تكون فيها جميع الظروف التكنولوجيا باش يخدموا لحسابهم. المحاميين كذلك غادي نحطوا لهم المكاتب ونجمعوهم. كذلك غادي نجمعوا الاطباء كما الدكتوره سميه تيمور في السويد ودكاتره اخرين. غادي ندعموا المحاسبين، جميع المجالات ديال الحياه وجميع المهن غادي ناطروها بهذه الارباح هذه وبالتضامن، حتى باش نخلقوا واحد المجال مغربي خارج الوطن هو متضامن، فجميع الحرف غادي يكونوا عندها زبائن اللي هما مغاربه العالم. بالتالي سيتم تدوير الاموال الطائله بين المغاربه حتى يصبحوا كالجاليه الصينيه او الجاليه التركيه او الجاليه اليهوديه، وتكون واحد القوه كبيره جدا. هذه المشاريع كلها غادي يتم التسيير ديالها بابنائكم وابنائنا، بناتكم وبناتنا الخارجين من الجامعات او المتخرجين من الجامعات، فهم المستقبل وهم الذين سيقودون هذه الملحمه القويه من المشاريع. النقطة الأخيرة باش نلخص عليكم ما يكونش الفيديو طويل، هو أن جميع المعطيات اللي عندنا وجميع الانخراطات اللي كنديروها وجميع العمليات اللي كدار كتكون المحاسبة ديالها
في متناول جميع مغاربه العالم. اي واحد يبغي يطلع على الحسابات ويطلع على المسائل كيفاش كتمشي، فكتكون المسائل واضحه ومسموح بها. كتكون اجتماعات من الارباح كذلك غادي نبقاو نخصوا مجموعه رحلات لمغاربه العالم كاجتماع مثلا في السويد، لان في السويد عندنا مكان غادي يكون ان شاء الله في الجنوب اللي فيه فندق مطعم وفيه كل شيء، اللي غادي يبقاو يجيو مغاربه العالم يجتمعوا باش يوقفوا على المشاريع كيفاش كتمشي. غادي تكون زيارات مدفوعه الثمن، لان كلهم المشاريع من مغاربه العالم والى مغاربه العالم. وغادي يكون عندنا دائما احتفال سنوي لكل سنه كتدار قرعه، وكنقدروا نجيبوا واحد 200 او 300 الناس بالقرعه باش يزوروا الاماكن وباش يحتفلوا ويجتمعوا ويشوفوا المشروع ديالنا كيفاش غادي. اذا هذا الشيء كله غادي يكون بالتضامن بين مغاربه العالم، مبني على اساس قوه العدد. قد ما كنا كثر قد ما المشاريع كدار بارخص الاثمان وكيخدموا فيها ولادكم وولادنا. غادي نفتحوا كذلك مكاتب في العواصم الاوروبيه وفي العواصم اللي فيها مغاربه العالم خارج اوروبا، اللي غادي يخدموا فيها كل مكتب غيخدم فيه راجل ومراه، بنت وولد، يعني عندهم تكوين جامعي، اللي غادي يسيروا ذاك المكتب وهما اللي غيسهروا على الاتصال بالمغاربه اللي كيعيشوا في اي دوله منكم واليكم. غادي تعطيونا احنا شنو هي المشاريع اللي خاصه، شنو المسائل اللي ناقصه، باش حنا في الاداره المركزيه غادي نسهروا عليها باش تكون ان شاء الله على مستوى عالي جدا. الا نجحنا في هذا المشروع هذا، والنجاح ممكن بفضلكم انتم وبفضل جميع الكفاءات، لان الحمد لله الكفاءات متوفره بواحد القوه كبيره. فانا ذاك غادي نديروا الاتجاه ديالنا للوطن، وغادي نخلقوا تعاونيات، غادي نخلقوا مجالات اللي هي مهمه جدا كما خصنا نديروا، ولكن باتفاق مع السلطات المغربيه اللي لازم تفتح لنا المجال وتعطينا الضمانات وتعطينا كذلك التراخيص باش نخلقوا فرص شغل وباش نديروا واحد المجموعه ديال الامور. اذا هو مشروع منا والينا، مشروع شفاف. فالشركات اللي غادا دير المشاريع غادا دير اساسا غادي يكونوا فيها اولادكم اللي كيسيروها، سواء على مستوى الاداره، سواء على مستوى المسؤولين ديال ديك الشركه، سواء على مستوى الناس اللي كيخدموا. اذا هذه امور واضحه. نتمنى ان الفكره تكون وصلتكم، وغادي تكون ان شاء الله احسن مشروع غادي يدار في تاريخ مغاربه العالم وفي تاريخ المغاربه عامه. اذا نتمنى ان المسائل تكون مفهومه. كنحيي جميع مغاربه العالم اللي كيلتحقوا بنا يوميا، كنحيي الكفاءات وكنحيي الرجال والنساء الذين يعملون داخل الدول باش يجيبوا ناس اكثر وباش نخدموا على هذا المشروع هذا. بالنسبه للناس اللي صيفطوا لنا لي سي في، راه كندرسوهم دابا باش نديروا الاختيار، باش نديروا لكم دعوه قريبا الى السويد لحضور اجتماع تكوين مع الرحله اللي اتفقنا عليها، باش غادي ترجعوا للبلدان ديالكم ان شاء الله تشتغلوا. من بعد ما غادي توصلوا للعدد ديال الناس اللي كافي باش يغطي المصاريف ديال المكتب، غادي تفتح المكتب وغادي تكونوا انتم في اول موظفين. هذيك المنصه غادي يكون فيها كل شيء، الجميع ما كاين، محامين، دكاتره، اساتذه، بسيكولوج، كل شيء يجي، كل شيء يعاون المغاربه باش يطلع القيمه المضافه ديالهم، كل شيء يخدم باش حتى شي مغربيه في شي دوله ما يكون عنده شي اشكال من الاشكالات، سواء قانوني او طبي او قضائي او تسيير او ضرائب او يبقى كيحمق راسو بحال كيما كنديروا دابا. كيتصلوا من الخارط مباشره كتصل باللجنه اللي عندك في الدوله ديالك، قول لهم اش كاين، هما غيتصلوا بالناس اللي مختصين وغادي يجيك الجواب وغادي يجيك الدعم. سهله. هادشي غادي يحيد حتى النصب والاحتيال. باغي تشري عقار في المغرب من الخارط، نعطيوك اللي غيوقف معاك، نعطيوك محامي، نعطيوك مسائل، نعطيوك فين غتمشي، شكون نوطير، شكون كذا، شي مؤمن. هنا في اوروبا غيكونوا معنا محامين، غيكون معنا كلشي ان شاء الله الرحمن الرحيم. المشاريع راها غادا، المنصه راه الحمد لله غادا مزيان، كلشي غادي مزيان. نعيد نافي مقدار رجع الصدر، وان شاء الله الخير قدام. حنا كنكون دائما عند الوعد والكلمه، ودائما تنقولها ان عطيوني شي جمعيه في التاريخ ديال الهجره دارت هذا الشيء، ولا عطيني شي جمعيه داخل الوطن دارت هذه الخدمه هذه بالنزاهه والشفافيه، جيبها لي نفع سوارت عادي. اذا لكننا فعلا باغي العزه والكرامه كمغاربه كجاليه، وبغينا نكونوا قوه اللي نحلوا بها جميع المشاكل. فها هو المشروع يعني اللي خاص، مساله سهله. وفي نفس الوقت حنا راه ما دار لينا والو، ولادنا ما خصهم اللي يعاونوهم، مشاكل. كاين الناس اللي كلاتهم مافيا العقار، كاين الناس اللي خصهم ولادهم خصهم يلقاو الالتيرنونس، خصهم يلقاو الخدمه، خصنا نوصلوا لشي حاجه. كاين والو. اذا غنوضوا نديروا هادشي لراسنا بامكانياتنا باش نحققوا راسنا العزه والكرامه ونتحدوا، يكون عندنا واحد القوه. هاد القوه هذه فاش نعطسوا حنا العديان يضربوا من الرواح مقادين الحمد لله. اذا ما غاديش نتسناو حنا شي حد يدير، ما حكش لك غير بفرك. والحمد لله ان اللجان هي اللي غادي تكلف كل شيء، وغادي المشروع غادي يمشي على احسن ما يرام. ان خدمت على المشروع بواحد الاستراتيجيه اللي ما يمكنش يجي شي واحد بعقله يقول لك انتم كديروا نصب والاحتيال. بالعكس، لا، انت كتنخرط ب 50 اورو، انت كتستافد ب 2000 اورو، سواء ديال التعليم، الاضافيه، اولادك ما يخلصوش اللغه العربيه، مشيتي للجزائر عندك 10%، مشيتي للريستوران عندك 10%، مع اللي غيخرطوا معنا. عندنا شركه تامين اللي مباشره كتمشي لك كترد لك 50 اورو، كتحيدها لك من الثمن ديال لاسورانس. يعني دخلتي ب 50 درتي لاسورانس ديك الشركه، لاسورانس ناقص 50،
لان انت ما خاسر، انت مستفد. ثم مثلا في اسبانيا واحد الانسان غادي يجي غادي ينخرط ب 50 اورو، غدا باغي يدير لاسورانس، حنا اللي عندنا غنجيبو جوج الحاجات، غادي يجيبوا لك اسيرونس تغطيه احسن من اللي كان عندك، وناقص 50 اورو على الاقل، يعني رجعت لك 50، يعني انت ما خاسرش صفه نهائيه، انت رابح. عندك ترجمه محلفه، عندك الحق في جوج ترجمات فابور مجانا ذاك العام الاول. عندك ملف ديال الجنسيه في اسبانيا غتحطو، كتحط بالفلوس بالمحامي فابور يتحط لك. في هولندا كذلك، وغادي نخدموا على هذا الشيء هذا مع اللجان باش نحاولوا ما امكن نلقاو فين يستافدوا المغاربه دائما. تعاطي 50 ولا 2000 نقطه